الاختراع العبقري اللي مايكروسوفت عملته ده ممكن يودي التكنولوجيا في حتة تانية. اخترعوا شريحة جديدة اسمها ماجورانا واحد على اسم عالم الفيزياء الإيطالي إيتوري ماجورانا، ودي مش شريحة كمبيوتر عادية، دي شريحة كمومية كوانتم شيب، يعني بتشتغل بتكنولوجيا مختلفة تماما عن التكنولوجيا اللي احنا متعودين عليها. الكمبيوتر العادي بيشتغل بحاجة اسمها البتات اللي هي إما صفر أو واحد، يعني يا مفتوح يا مقفول، زي لمبه النور يا منوره يا مطفيه. لكن الكمبيوترات الكموميه بتشتغل بحاجه اسمها الكيو بت، وده ممكن يكون صفر وواحد في نفس الوقت. تخيل انك بتلعب لعبه تخمين وعندك مليون احتمال. الكمبيوتر العادي هيجرب الاحتمالات دي واحده واحده، لكن الكمبيوتر الكمومي هيجربهم كلهم في نفس اللحظه، وده اللي بيخليه اسرع بمراحل. والشريحه الجديده دي معموله من ماده غريبه اسمها الموصلات التوبولوجيه، ودي مش ماده صلبه ولا سائله ولا غازيه، حاجه كده في النص، وبتسمح للاشارات انها بتتحرك من غير اي مقاومه او فقدان في الطاقه، زي اكنك بتجري في طريق زحمه مليان عوائق وفجاه لقيت طريق سريع فاضي تجري عليه باقصى سرعه. وده معناه ان الشريحه دي ممكن تخلي الكمبيوترات الكموميه مستقره اكتر، لان اكبر مشكله في التكنولوجيا دي انها كانت حساسه جدا لاي تاثير خارجي. العلماء بيقولوا ان الشريحه دي ممكن تغير شكل التكنولوجيا بالكامل. مواقع الاخبار العالميه بتتكلم على انها خطوه ضخمه للامام، لان التكنولوجيا الكموميه دي ممكن تستخدم الذكاء الاصطناعي والابحاث العلميه وحتى الحمايه من الاختراقات الالكترونيه. السؤال بقى، هل التكنولوجيا دي هتفضل في المعامل ولا ممكن نشوفها في حياتنا اليوميه قريب؟ شارك رايك، خلينا نشوف الدنيا رايحه على فين.